السلام عليكم. حلقة النهاردة هتكون خاصة شوية بالأنيميشن، هنتكلم فيها عن باتمان بيونيد اللي دي سي بتراهن عليه إنه يكون منافس سلسلة أفلام السبايدر فيرس. وغير كده بعيدا عن دي سي شوية، في نسخة جديدة من سلاحف النينجا جاية في الطريق. كل ده وأكتر هنتكلم عليه مع بعض، بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو اتأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض عودة النينجا تيرتلز. طيب خلينا نبدأ بباتمان بيونيد. من بعد الصفقة اللي حصلت ما بين دي سي وأمازون بقى في تساؤلات اللي ممكن يحصل قدام، وأصلا الأنيميشن في دي سي مش محتاج أي تدخلات لأنه يعتبر من الإيجابيات القليلة الفترة اللي فاتت. ولكن دلوقتي بس عرفنا أمازون ودي سي ناويين على إيه. هما بس عايزين يعملوا أفلام بجودة كويسة وأنيميشن مختلف، بحيث إن هما يقدروا ينافسوا أفلام سبايدر مان انترو ذا سبايدر فيرس. ده لأن أفلام دي سي ما بتنزلش سينما، فهم عايزين ينافسوا في المجال ده طبعا بغرض الربح. وغير كده أفلام عالم التومورو فيرس هتكمل زي ما هي فمتقلقش. وطبعا اختيار باتمان بيونيد ده لأنه مش موجود في خطة جيمس جان، فالشخصية دلوقتي متاحة إلا لو جيمس جان اتدخل وحاول إن هو يمنع الموضوع ده أو يطلع ينفيه كالعادة. ولكن بعيدا عن كل ده، تفتكروا فعلا شخصية باتمان بيونيد هتقدر تنافس سلسلة أفلام سبايدر مان في الأنيميشن؟ لأن بصراحة أفلام السبايدر فيرس جامدة قوي. ولكن في كل الأحوال يعني أنا متحمس للمنافسة دي وللمشروع ده، وأتمنى إن هو يكون بعيد عن إيد جيمس جان وما يخربهوش هو كمان. طيب بعيدا عن دي سي شوية، بالنسبة لنينجا تيرتلز اللي هيرجعوا مرة تانية في نسخة جديدة تماما. من زمان مشوفناش حاجة لسلاحف النينجا، يعني جزء كبير جدا من طفولتنا مرتبط بالشخصيات دي، يعني بشكل كبير مش بس على مستوى المسلسلات، كمان على الألعاب وحتى الأفلام يعني اللي ما كانتش وحشة خالص بالنسبة لي. وكمان كان في ليهم فيلم مع باتمان وكانت تجربة جميلة جدا بالمناسبة. فيعني أكيد متحمس للفيلم ده لأنه واضح من التريلر إن سات روجان يعني عامل شغل كويس. الفيلم مبدئيا اسمه نينجا تيرتلز بيونت هيومن، ويعني على حسب اللي شفته من الإعلان إنه كان إعلان مبشر بصراحة من ستايل الأنيميشن الغريب اللي شبه شوية ستايل أفلام السبايدر فيرس، ولكنه يعني تحسه واقعي. سلاحف النينجا شكلهم صغيرين، فيعني واضح إن هما هيكونوا في البداية بس شكلهم مقبول. يعني في ناس كتير ما كانش عاجبهم اللي حصل في الأفلام، وإن سلاحف النينجا كانوا شبه الوحوش شوية أو المونستر. لا هنا هم مجرد سلاحف مراهقين، فيعني عاجبني تصميم الشخصيات. بس يعني المعلم رشدان مش عاجبني شكله قوي أوي، يعني شكل شعره بالتحديد غريب. ولكن بعيدا عن تصميم الشخصيات، الأداء الصوتي هنا عندك مليان وممثلين تقال. يعني انت عندك جاكي شان في دور المعلم سبلينتر او المعلم رشدان حسب النسخة اللي انت شفتها سواء في سبيس تون او ام بي سي 3، ولكن بالنسبة لنا هو المعلم رشدان. وعندك برضو في اكتر من ممثل تاني زي سات روجان اللي هو منتج الفيلم برضو هيقوم بأداء صوتي في الفيلم. فيعني واضح ان احنا داخلين على تجربة جديدة. وغير كده أصوات سلاحف النينجا بيقدمها مراهقين أول مرة نسمعهم، فيعني أتمنى إن هما يكونوا كويسين في الدور. وعندك برضو جون سينا اللي شغال جامد الفترة دي مش عارف ليه. بس يعني بشكل عام الإعلان كويس جدا من شكل لوس أنجلوس، تصميم الشخصيات، ستايل الأنيميشن والفايب بتاعة الإعلان الحلوة جدا واللي مليانة بأجواء النينجا تيرتلز. يعني أنا متفائل بالفيلم ده، وأتمنى إن ما يكونش فيه أي أجندات أو سياسات بحيث إن هي ما تبوظش علينا تجربة المشاهدة. فيعني بلاش أي حاجة من دي جوه فيلم لسلاحف النينجا، لأن دول في حتة تانية لوحدهم. أنا واحد يعني لعبت كل الألعاب من أيام الأتاري لحد البلاي ستيشن،
وشُفت كل النسخ تقريبًا من أيام سبايس تون لحد MBC3 لحد ما بدأنا نتفرّج على النسخ الجديدة اللي بصراحة مش عاجباني أوي بتاعة نيكلوديان. فيعني أنا واحد باحب سلاحف النينجا، فأتمنى إن الفيلم ده يكون يعني بنفس مستوى الأنيميشن اللي كنا بنتفرّج عليه زمان. وطبعًا يعني واضح من الإعلان إن هو هيكون فيلم طفولي شويتين، بس يعني دي مش هتكون مشكلة بالنسبة لي. عامةً أنا متحمس للفيلم ده، شاركوني تحت رأيكم في الكومنت لو أنتم متحمسين زيي والّا لأ. وأسيبكم مع سؤال في نهاية الحلقة: مين شخصيتك المفضلة من سلاحف النينجا؟ أنا عن نفسي بافضّل دوناتيلو، فيعني يهمني إن أسمع تحت رأيكم في الكومنت. بس لحد كده أنا خلّصت. طبعًا كالعادة لو عجبك محتوى القناة وحسيت إن أنت عايز تسمعني مرة تانية، يا ريت تنزل تشرفنا تحت في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعًا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلًا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.